المزمن والحاد. يعني ايه؟ دايما في امراض حاده، يعني عندي حصوه وشلتها فتحسنت، عندي التهاب في الزايده عملت عمليه اتحسنت، عندي حصوه في الكلى عملتها اتحسنت. لكن في ما يسمى بالامراض المزمنه، عندي سكر عندي ضغط، هعيش وهموت بالسكر والضغط. طيب ايه المشكله؟ هو مرض غير قاتل لو انا اتعاملت معاه بذكاء، لو عملت اسلوب حياتي بشكل صحيح، لو عرفت ايه اللي بيأذيني ايه اللي بيفيدني، طريقه العلاج السليمه، واتعاملت بذكاء مع المرض المزمن، مش هيبقى عندي اي مشاكل وهعيش بصحه ان شاء الله. مثال كده عندنا في الجهاز العضلي الحركي المشاكل المزمنه زي الام الظهر، الام المفاصل، خشونه المفاصل، الركبتين، الرقبه، وهكذا. هو ده ظهري وعمودي الفقري اللي هعيش واموت بيه، هي دي ركبتي مش هعرف اجيب غيرها. لكن دايما على حسب المشكله ودرجه المشكله، الارشادات الطبيه الصحيحه، اسلوب